هكذا سقطت أم ل5 أبناء في فضيحة مع شاب في عمر أبنائها. أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة أخيرا بإيداع متزوجة أم ل5 أبناء تبلغ من العمر 44 سنة رفقة خليلها البالغ من العمر 25 سنة السجن المحلي على خلفية تورطهما في واقعة خيانة زوجية. وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية الجديدة، إثر توصلهما بمكالمة هاتفية في حدود 5 صباحا من قبل عون السلطة يفيد فيها أن شخصا في مقتبل العمر تم إلقاء القبض عليه من قبل السكان مباشرة أثناء خروجه من منزل امرأة متزوجة. وأضاف العون وفق الصباح أن الشاب المحاصر اعترف للسكان أنه على علاقة غير شرعية مع جارتهم المتزوجة. وفور تلقيها للمكالمة الهاتفية انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان التدخل، ووجدت السكان متجمهرين حول المعني بالأمر أمام منزل خليلته المتزوجة، فتمت المنادات عليهما وتوجيههما معهم إلى مركز الدرك الملكي واستشارة النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة. واستهل البحث بالاستماع إلى خليل المتزوجة الذي يعمل جزار حول الأسباب التي دفعت السكان بإلقاء القبض عليه، إذ صرح أنه كان يصدر الخروج من منزل خليلته بعد ممارسة الجنس معها مقابل 200 درهم، مضيفا أن علاقة غير شرعية تجمعه معها قرابة سنة بعدما أخبرته أنها مطلقة ومارس معها الجنس عدة مرات بمنزله مقابل مبلغ المال نفسه، موضحا أنها تبقى معروفة من قبل جيرانها بتعاطيها الدعارة. الهاتف يكشف الخيانة الزوجية. وتم الاطلاع على الهاتف المحمول للمتهم وعثر على مجموعة من الرسائل الصوتية والنصية وكذا صور إباحية تبادلهما مع خليلته المتزوجة. من جهتها أنكرت المتزوجة التهم الموجهة إليها، معتبرة ذلك مكيدا من عائلة زوجها من أجل الإيقاع بها والزج بها في السجن. وبعد اطلاعهما على الرسائل الصوتية والنصية بالإضافة إلى بعض الصور الإباحية المتبادلة بينهما، رفضت التعليق عنها دون سبب وظلت مستمرة في إنكارها لوجود علاقة بينهما. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، واستدعاء زوجها والاستماع لبعض الشهود الذين كانوا حاضرين لحظة محاصرة عشيقها، حيث تم الاستماع إلى عدد منهم فأكدوا أنهم عاينوا لحظة ولوج عشيقها المنزل والتربص له بعد مغادرة ومحاصرته، كما أكدوا أنهم على علم أن المتهمة تعاطى البغاء في غياب زوجها الذي يعمل في ميدان البناء في كل من الجديدة والبيضاء. وتم استدعاء زوجها وبعد إخباره بالواقعة أكد أن المعني بالأمر زوجته منذ 22 سنة ورزق منها ب5 أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 21 سنة وأصغرهم حوالي 10 سنوات، مضيفا أنه في الساعات الأولى من صباح الواقعة وفي حدود الساعة 3:30 صباحا كان بالجديدة، وتلقى اتصال من قبل الجيران يفيدون أنهم حاصروا شخصا خرج من منزله وأنه اعترف لهم بممارسة الجنس مع زوجته، مشيرا إلى أنه كانت تراود شكوك لتعاطيها الدعارة مع أشخاص يلجون منزله في غيابه في جنح الظلام. رغم محاولته ضبطها فإنه لم يفلح في ذلك رغم اطلاعه على هاتفها المحمول، ولم يكن يعلم بتوفرها على رقم نداء ثاني. وأمام غياب دليل قاطع فقد كان يواصل حياته معها بطريقة طبيعية، كما أصر على متابعته أمام النيابة. وبعد إتمام البحث أحيلت المتزوجة على وكيل الملك، وبعد استنطاقها قرر متابعتها في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية الأولى والمشاركة لخليلها.